السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي أخواتي الحوامل، هذا الفيديو خصيصا لكن، خاصة للواتي يعانون من وحام في حادة ارتفاع وزيادة حاسة الشم، أي المرأة الحامل تحس بشم كل شيء مهما كان جيدا أو حسنا ولا يعجبها ذلك، وكذلك الرغبة في التقيؤ وزيادة اللعاب في الفم، ويكون في بعض الأحيان غير متحملا ولا يمكن ابتلاعه. في هذا الفيديو وضعت 3 نصائح جد بسيطة. أولتها الابتعاد نهائيا عن السكريات، وثانيتها ممارسة الرياضة، وذلك يؤدي إيجابا بصحتك ولن يؤذي جنينك ولا أي شيء، وقد يريحك طوال مدة حملك. ثالثتها وهي زيادة في حاسة الشمس المقلقة، والرغبة في التقيؤ ومرورة اللعاب في الفم. هنا تأخذي قارورة ماء وتقومي بعصر ليمونة إلى ليمونتين وتشربيها مدى اليوم. تشربي لتر ونصف إلى لترين في اليوم، لأن الماء ينقص من الإحساس بمرارية اللعاب. تقومين بتجديد ذلك اللعاب المر والذي يكون مؤكسد. وأما بالنسبة الليمون فهو يؤدي إلى نقصان في حاسة الشم، لذلك فلن تحسي بعد اليوم برائحة لا تعجبك أبدا. إن شاء الله أفادك الفيديو، وإن شاء الله تكوني مرتاحة. إلى اللقاء.